السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بديل كريمة الطهي أو الكريمة اللباني. هنعملها بطريقة سهلة جدا ومقادير بسيطة وموجودة إن شاء الله. زي ما احنا عارفين الكريمة الطهي أو الكريمة اللباني بتبقى غالية ومش متوفرة في كل الأوقات، يعني بتحتاجيها في وصفة أو في أي حاجة هتعملي بيها الكريمة، تستخدمي فيها الكريمة اللباني ومش موجودة عندك، هتقدري تعمليها بمنتهى السهولة إن شاء الله، ومقادير موجودة إن شاء الله بإذن الله، ومش هتبقى موفرة زي ما تشتريها من بره. عندي هنا المقادير بتاعتي سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. عندي هنا كوباية من الحليب، نص كوباية من الحليب البودرة. عندي هنا كمان علبة قشطة، اللي هي القشطة المعلبة الجاهزة دي، او ممكن تستبدليها بالقشطة اللي هي بتاعت الحليب. لو انت بتجيبي اللي هو الحليب البلدي العادي هتستخدمي كوباية من الحليب والقشطة بتاعته، هتستخدمي حوالي برضو كوباية من القشطة او قشطة اي، وانت مثلا بتخزني قشطة حليب هتاخدي شوية مثلا حوالي نص كوباية كده وتستخدميها في الوصفة بتاعتنا، هتديكي نتيجة حلوة جدا جدا. ده ما عندكيش بقى هتضطر ان انت تشتري اللي هي ايه القشطة اللي هي العلب دي، ودي ب4 جنيه يعني مش غالية. وعندي هنا قطعة من الزبدة، تمام، تقدري تستغنى عنها لو انت مستخدمة اللي هي القشطة البلدي. تمام كده، دي كده كل المكونات بتاعتي ب4 مكونات بس. دلوقتي بقى في شفشق الخلاط انا حطيت كوبايه الحليب، هحط عليها نص كوبايه الحليب البودره، وهاخد عليهم قطعه الزبده بدرجه حراره المطبخ او الغرفه، يعني القطعه دي معلقه بالظبط. وعندي هنا علبه القشطه، بسم الله. دلوقتي بقى انا حطيت كل المكونات بتاعتي في شفشق الخلاط، هروح بقى على الخلاط وهضرب المقادير بتاعتي كويس جدا في الخلاط لحد ما القوام بتاعها يبقى كريمي. ده كده قوام الكريمه بتاعتنا بعد ما خلطتها في الخلاط. زي ما انتم شايفين قوامها بيكون زي قوام الكريمه الطهي او الكريمه اللباني اللي احنا بنشتريها بالظبط، بتبقى نفس القوام ده. وده طبعا لسه احنا ما حفظناهاش في التلاجة، لما بتتحفظ في التلاجة بتتقل عن كده كتير. انا هجيب طبق ونفرغها مع بعض عشان نشوف القوام بتاعها كويس. وده كده قوام الكريمه بتاعتنا اهي، زي ما انتم شايفين كده نفس قوام الكريمه اللباني او كريمه الطهي بالظبط. لو انت عايزه تقليها عن كده بتحط لها قطعه كمان من الزبده، يعني تحط معلقتين من الزبده، تمام. وعشان هي فيها زبده طبعا لما بتتحط في التلاجة بتتقل عن كده. زي ما شفنا مع بعض كده قوام الكريمه اللباني بتاعتنا بجد طعمها غني جدا جدا، ان شاء الله هيعجبكم. قوامها حلو جدا جدا زي الكريمه اللباني الجاهزه بالظبط، وكمان لما بتسيبيها في التلاجة شويه قوامها بيتقل عن كده كتير، زي الصوص الشوكولاته بالظبط لما بنسيبه في التلاجة شويه قوامه بيتقل، لان هو في الكريمه بتاعتنا فيها زبده وفيها قشطه فالقوام بيتقل عن كده. تمام، بنقدر بقى نستخدمها في كل انواع الوصفات او في كل انواع الاكل الحلو والحادق كمان. بتقدري تستخدميها بقى في كل الوصفات اللي هي محتاجة فيها كريمة لباني. قوامها حلو جدا جدا وطعمها غني جدا 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 ما شاء الله، وسهلة وبسيطة زي ما احنا شفنا كده. يعني وسعرها بسيط، مش هيكلفك زي زي ما بتشتري علبة الكريمة اللباني بيبقى سعرها غالي. دي كده ما كلفتناش زي الكريمة الجاهزة، تمام. والمهم في كده بقى ان هي طعمها غني جدا جدا، وكمان ضمنها ما فيش فيها اي مواد حافظة. تقدري تحفظيها في التلاجة بقى من مدة من 3 ل5 ايام في برطمان محكم من الغلق، تمام. بس زي ما احنا عارفين بقى ان دي ما فيش فيها مواد حافظة، فيا ريت لما تعمليها تبقى محتاجاها وتعمليها تستخدميها على طول، ما تركنهاش في التلاجة كتير، تمام، عشان ما تبوظش معاكي. تقدري بقى تستخدميها في الحلو بقى، في مثلا في جناش الشوكولاتة، او لو هتستخدميها ككريمة تغطية للكيك او في حشو الكيك، تغطيه الكيك او حشو الكيك هتستخدميها. بقى اقول لك ازاي. اهم حاجه ان الكريمه بتاعتك دي تكون متلجه، تكون حطاها في الفريزر شويه ويكون فيها يعني بعض التلج كده وتكون ساقعه متلجه، تمام. تحط عليها معلقتين كريم شانتيه، بودره كريم شانتيه الخام، وكمان تحط عليها معلقتين من السكر الابيض الحبيبات وتضربيهم بالمضرب الكهربائي لحد ما القوام بتاعها يبقى عامل زي قوام الكريمه اللي هي بتاع الكريم الشانتيه كده، هتديكي نفس قوامه الكريمه اللباني بالظبط. ان شاء الله طعمها هيعجبكم جدا جدا، والطريقه سهله جدا زي ما شفنا كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.